هعمل معاكم عيش من احلى انواع العيش اللي انا بحب اكلها. الفوكاتشا الايطالي سهله جدا، مش بتحتاج عجن، هي بس ليها تكنيك معين عشان يطلع الفراغات دي. عايزه اقول لكم انتوا لو جربتوها مره واحده بس انتوا فعلا هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها. اسمعوا كده الصوت بتاعها. اول حاجه عندي 500 جرام من الدقيق، نص كيلو بما يعادل 4 اكواب من الاكواب المعياريه، معلقه صغيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من زيت الزيتون او الزيت العادي. هقلب بس كده المكونات الجافة مع بعض، الخميرة والملح والسكر، وهنزل عليه ب 400 مللي بالظبط من المية الدافية. حاولوا تعايروا بالمعيار او الخلاط لان هو ده المقدار بالظبط اللي بتحتاجه. ال 500 جرام دقيق بيحتاجوا 400 مللي من المية الدافية، ومن غير عجن خالص. هقلب كده بالمعلقة لحد ما توصل للقوام ده. بصوا شكلها غريب ومقطع ومحبب وتحسوا ان هي مش معجونة كويس. ما تقلقوش خالص، انا عايزاها كده. هي لما تتخمر كذا مرة هيبقى شكلها حلو قوي وهتبقى ملساء وليها عرق زي العجين عادي. دلوقتي بقى انا هسلكها كده بالسباتيلا وبعدين اغطيها تخمر للمرة الاولى نص ساعة. وبعد ما تعدي النص ساعة هبل ايدي بشوية مية وابدأ ان انا اطبق العجينة دي. هي هتلاقوها طرية معاكم بس عادي جدا، هي لازم يكون ملمسها طري كده عشان تعمل معاكم فراغات. هطبقها من الاربع جهات وبعدين هنضف كده البولة بتاعتي بالسباتيلا واسيبها تخمر للمرة التانية. شايفين هنا بدأت تمسك نفسها وتعمل عرق ازاي؟ هسيبها بقى تتغطى وتتخمر للمرة التانية لمدة نص ساعة. بعد ما عدت نص ساعة هطبقها من الاربع جوانب نفس اللي عملته في الخطوة الاولى، بس المرة دي حبيت اطبقها بالسباتولا عشان اديكم تو اوبشنز للي عايز يعملها بالسباتولا مش بايده. بص انا باخد كل جنب كده بحاول ارفعه واطبقه. هنا بعد ما خلصت بقى تطبيق العجينة هجيب علبة بلاستيك دهناها بشوية زيت وهحط فيها العجينة بتاعتي وادخلها التلاجة ليلة كاملة. انا بعملها من بالليل وبعدين تاني يوم بفطر بيها الصبح. لازم تكون متغطية كويس جدا. وبعدين دلوقتي هنجهز مع بعض الطماطم، والطماطم دي اختيارية بس انا حبيت اضيفها على الفوكاتشا. انا جبت طماطم وقطعتها كده جوانح وبعدين شلت القلب منها. هشويها في الاير فراي لمدة تلت ساعة لحد ما تبقى بالشكل ده. ما تطولوش عليها كتير عشان ما تتحرقش. انا حاولت بس كده انشفها واجففها من السوائل. وبعدين بقى هحطها في علبة وانزل عليها بكمية حلوة من زيت الزيتون، ولازم زيت الزيتون عشان هو ده اللي انا هستخدمه بعد كده في الفوكاتشا. الفوكاتشا ما ينفعش ان انا اعملها بالزيت العادي، فانا حطيت الطماطم في زيت الزيتون عشان يحافظ عليها، وهغطيها وادخلها التلاجة ليلة كاملة عشان اشتغل فيها تاني يوم. هنا بقى تاني يوم بعد ما الفوكاتشا بتاعتي خمرت في التلاجة ليلة كاملة، شايفين بقى الفراغات اللي هي عملتها والفقاعات اللي فوق الوش دي؟ هي دي بقى اللي بتديني التفريغات اللي موجودة في الفوكاتشا. بصوا هنا قوام العجينة اختلف ازاي عن الاول. العجينة بقت ماسكة نفسها اكتر وبقى ليها عرق. هحطها بقى زي ما هي كده في طاجن يكون ما بيلزقش، دهناه رشة خفيفة جدا من زيت الزيتون. بحاول كده ان انا افردها شويه على شكل المستطيل عشان لما تيجي تخمر تاخد شكل الطاجن. وهسيبها تخمر بقى للمره الثالثه اللي هي الاخيره لمده ساعه ونص او ساعتين بدرجه حراره المطبخ. هجيب بقى زيت الزيتون اللي انا كنت نقع فيه الطماطم من بالليل، وزي ما قلت لكم ممكن تستخدموا زيت زيتون بس من غير طماطم. هي بتحتاج زيت زيتون كتير عشان تقرمش من الجوانب، وعشان كمان وانتوا بتغطسوا ايديكم فيها تعمل لكم فراغات، ولان كمان زيت الزيتون بيديها طعم حلو قوي. حاول ان انا اعمل فيها حفر صغيره وبعدين ارص الطماطم. ورصيت كمان الزيتون، وهحط نعناع اخضر، تقدروا تحطوا روزماري فريش، وتقدروا تحطوا توم سليم مشوي، وتقدروا كمان تحطوا زعتر او مكعبات من الجبنه الفيتا. الوش ده بقى بتاعكم، تقدروا تزينوها زي ما تحبوا. عايزه اقول لكم اصلا كل ما بغرز فيها الحاجه بترتفع تاني.
انا بحاول هنا اقرب لكم شويه. شايفين الفقاقيع؟ انتوا ممكن تحسوا ان الخطوات كتيره شويه، بس بجد بجد هتستمتعوا جدا وانتوا بتعملوها. وكمان هي مش بتاخد اي وقت، انت بمجرد بس ما بتقلبي الحاجه او بتطبقيها وخلاص، ولما بتشوفي النتيجه في الاخر فعلا بتبقى مرضيه جدا. هدخلها بقى فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200، ولو الفرن بتاعك ناره مش عاليه دخليه على 220. وبرده اختبروا التسويه بتاعته، يعني انا ما حمرتش وشه، انا سبته في الفرن لحد ما اتحمر الوش بتاعه لوحده، ما احتاجتش ان انا اشغل شوايه ولا اي حاجه، وكان مستوي حلو جدا. كمان هو بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه. وهنا بقى ميزة الطاجن اللي مش بيلزق، اخده لون تحفه من الارضيه ومقرمش وحلو قوي، وشرب كل كميه زيت الزيتون اللي احنا حطيناها، لان هو معتمد اصلا على زيت الزيتون وبيكون نكهته بزيت الزيتون. اسمعوا بقى كده الصوت. شوفوا كده معايا الفراغات. انا عايزه اقول لكم كل ما بقطع بلاقي فراغات اكتر من الفراغات اللي قبلها. انا بضمن لكم ان انتوا لو مشيتوا على كل الخطوات والمقادير اللي انا قلتها هتطلع معاكم مفرغه وحلوه جدا. وانا استخدمت دي عادي متعدد الاستخدامات. الموضوع كله في طريقه التحضير والتخمير. شايفين هنا ما شاء الله طريه وحلوه ازاي؟ ده اكتر عيش انا بعمله كده وبكون مبسوطه ان انا هفطر بيه تاني يوم. بصوا الدرجه بتاعته كمان من الظهر عامله ازاي. شايفين هنا كمان الفراغات عامله ازاي؟ انا هنا بعمل نفسي ساندوتش. انا بحب دايما ان انا ما اعكش فيه قوي واعمل حاجات كتير فيه. انا بحب استخدم يا اما جبنه بيضه يا اما لبنه، لان هو اصلا بيكون منكه بالزيتون وزيت الزيتون والنعناع، فيا اما بحط له لبنه عليها شويه زعتر او جبنه بيضه وبس كده. اسمعوا كده صوت القرمشه. الميزة في العيش ده ان هو ليه ملمس وطعم مختلف تماما، حتى كمان وانتوا بتشدوه ليه قوام مختلف جدا، عشان كده انا بحبه. انا بقى بقطعه مربعات وبحتفظ بيه في علبة في الفريزر، وبطلع منه واحدة بواحدة وقت الفطار بسخنها في الميكروويف. وكده انا خلصت الوصفة. ما تنسوش تجربوها وتبعتولي تطبيقاتكم.